مساء الفل، مساء الجمال، مساء الحلقات على احلى ناس. اهلا بيكم في فيديو جديد مع محمد تهامي قناه تهامي ديزاينز. النهارده جايين نتكلم عن اهم واخطر حاجه الضوء، يعني الشطر. دايما بتقابلنا مشاكل وناس كتيره قوي بتقابلها مشاكل كتير قوي في الايه؟ في الشطر. فالشطر ده عنصر مهم مع الالومنيا. يعني ايه؟ ازاي تستلم الالومنيا وازاي تستلم الشطر، تبقى انت عارف ازاي التكنيكال وطريقه التركيب بتاعت الشطر وطريقه تركيب الالومنيا والتكنيكال بتاع الجسم ده. تعالوا نشوف الفيديو ده وبعد البرومو نتكلم عن المشروع بكل تفاصيله وكل خطواته. السلام عليكم. موضوعنا موضوع شيق، الشطر والالومنيا وطريقه تركيب الالومنيا، واخلي بالي ازاي وانا بستلم الالومنيا، لان الالومنيا فيها ساعات عيوب واضحه او فيها عيوب ما تنفعش تظبطها، وبالذات لما تكون بتعملها كبند ديكوري وكبند استخدام للاضاءه والتكنيشنز بتاعتك، فلازم تخلي بالك. يعني هنتكلم عن الشطر وهنتكلم عن الالومنيا، ازاي نقفل الهاوسنج او الجسم بتاعنا. تعالوا من ضمن المشاريع بتاعتنا هنتكلم عن الالومنيا. وانا بركب في الالومنيا بتاعتي لازم اخلي بالي من 45. ال 45 لازم تبقى زاويه مقفوله مظبوطه مع بعض، ما يكونش الشكل بايظ، الظرف يكون ليها سكاكات، المجرى بتاعتها تكون سليمه، القطاع بتاعي استلمه ازاي، نوع القطاع بتاعي ايه، كل الحاجات دي كلها جايين نتكلم عنها ونشوف. تعالوا نخلي الموضوع عملي بشكل بارض الواقع المشروع بتاعنا. يعني هنا هنتكلم الاول عن الالومنيا بتاعتنا. الالومنيا بتاعتنا راكبه، القطاع بتاعي محمل، القطاع دي توزيعه. اهم حاجه انت بتتفق بقى على بي اس جامبو تانجو ايا كان، البي اس صغير بي اس كبير. تعالوا نخلي بالنا من التفاصيل الصغيره دي. اهم حاجه الزاويه 45 تكون مقفوله معايا للاخر. الزاويه 45 اللي هنا دي لازم تكون مقفوله معايا للاخر. وانا بركب الاوايل لازم اركب في الجناب، ما اركبش حاجه في الارض عشان الجناب دي تبقى افضل، عشان الميه ما تبوظش المسامير. تعالوا نتكلم برضو عن هنا الفاصل بتاعنا، المنطقه دي كلها الضرفه بتاعتي اتاكد ليها يكون ليها سكاكات ويكون الجسم بتاعها مظبوط. طيب الجوليا بقى، لما اجي اعمل الجوليا لما اجي اعمل ازازه يعني دبل، والدبل ده يكون انا مستفاد بيه، فيبقى انا اعمل الشكل يقابل بعض. لما احط الضرفتين على بعض كده يجمعوا بعض، يعني انا يبقى كده مجمعين بعض، يبقى ما فيهاش اي نقاش، يبقى هما الاثنين حاجه واحده، ما يبقاش فيها اي مشكله. طيب ده من ضمن الحاجات، النسب اللي انا لازم اراعيها. الضرفه اليمين قد الضرفه الشمال، نفس القصه في المقاسات. التقطيع ال 45 ابص على الفواصل دي، ابص على حجم الالومنيا وتخانه الالومنيا بتاعتي قد ايه، ابص على المجرى بتاعتي هنا، التقفيل ال 45 بتاعي ما يكونش مقرم، ما يكونش بارز لقدام. السكاكات بتاعتي، الحاجات دي كلها من ضمن العناصر المهمه في استلامك للالومنيا. بقى مع مراعاه ان انت تشوف اللي انت متفق عليه. اذا كنت انت متفق على بي اس صغير فهيجي لك بي اس صغير، متفق على بي اس كبير هيجي لك بي اس كبير، متفق على تانجو جامب ايا كان هيجي لك تفاصيل. تعالوا نتكلم عن الشطر. والشطر ليه عنصر مهم قوي، هو بيركب قبل، هو الوظيفه بتاعته هو ايه؟ فاصل للضوء، او يعني انا بعزل الضوء على المنطقه بتاعتي وحمايه للمنطقه للدخول للشباك او المنطقه بتاعتي. طيب انا بركبه ازاي؟ ببقى عليه الراكت او مجرى. تعالوا معايا هندسه كده، يبقى ليا مجرى هنا ومقفلينها، تعالوا نبص عليها. المجرى دي بنقفل الكلام ده كله، ويبقى الشطر بتاعي بالنسبه لي هو ده مع الموتور. في اكتر من كذا تكنيشن او اكتر من كذا ايتم، في شريحه 4 وفي شريحه 5 6 7 ايا كان الشرايح، عدد الشرايح السلايدنج لغايه 5.5 وزنكنيوم، وبعد كده يعني تفاصيل كتيره قوي مش ليها موضوع وهنتكلم عنها حلقه تاني. طيب اخلي بالي ايه من الشطر يكون ملامس للارضيه بتاعتي عشان ما يكونش عندي مساحه اقدر افتح بيها المنطقه دي، ولازم يكون المفتاح بتاعي قريب زي ما انا بعمل دلوقتي. انا بنزل مرحله الشطر كده، مرحله الشطر وانا بنزلها يبتدي يقفل معايا سلايدنج لغايه لما ينزل على الارضيه هنا زي ما انتم شايفين، يقفل ستريب وبعد كده يقفل اللايننج دي كلها لغايه لما يقفل خلاص. وارجع حاجه تاني خلي بالي منها، اروح انا اعمل ايه؟ مرجع المفتاح بتاعي على اللوك بيز، يعني اللي هو كانه ستوب، لان دي من ضمن المشاكل دايما بتطير المواتير ايا كان الموتور بتاعك، ايطالي اسباني ايا كان، تركي صيني ايا كان الماتيريال بتاعته. ما سيبش المفتاح كانه نازل، لان انا بدي دوره المفتاح كانه الدريك شغال. نفس القصه في اللي فوق، ما اديلوش المفتاح كانه دوره الدريك كانه شغال، يبقى انا هسيب المفتاح كانه عامل اصفر كده، قطعت عنه التيار او الكهرباء. اللي لازم اخلي بالي منه ان انا عندي وانا بعمل الشطر يكونش عندي اي اضاءه ظاهره، يعني زي ما انتم شايفين كده المنطقه دي. ابص على الناحيه الثانيه ما
هيكونش اي ضوء ظاهر، يعني نفاذيه الضوء ما عنديش اي نفاذيه للضوء. بقفل السيليكون، بقفل المنطقه بتاعتي، بيبقى انا ما عنديش اي مصدر للضوء. دي من ضمن العناصر اللي انا لازم اخلي بيها. تعالوا نخش اوضه من الاوض الثانيه، او تعالوا نشوف ايه المشاريع واوضه من الاوض كانت يعني كلوزز قافلين بيها المشروع. وهنا عينه فعليه هنتكلم عنها قبل ما نبدا، يعني قبل ما نقفل الشباك بتاعتنا، عشان تشوفوا الشطر بتاعي بقفله هنا اهو يكون ملامس للالومنيا مع الفريم بتاعي على اول السوكه من بره، عشان يكون ملامس للمنطقه بتاعتي. ده افضل حاجه. يعني احنا فكينا شباك عشان تشوفوا النموذج بتاعنا. لما جاي ابتدي اقفل ببتدي اراجع المنطقه بتاعتي اللي انا هشتغل عليها. زي ما اتفقنا احنا هننزل اهو كده سلايدنج، بينزل معايا ستيب باي ستيب لغايه لما يوصل لتلامس الارضيه. طيب مع الشكل ده كده افضل. خلصنا الشكل اهو، ابتدينا نقفل، يبتدي يقفل السلايد بتاعه. ده لما نركب الشباك خلاص هو كده الميكانيست بتاعه قفل مع الطريقه دي. تعالوا نرجعه تاني مثلا، نطلع بقى فوق تاني شويه. هيطلع معايا ايه ستيب باي ستيب زي ما انتم شايفين كده النتيجه بتاعته. وايه الشطر بقى هو السلايد طلع معايا، مع ان المنطقه دي بيركب فيها الموتور. يعني انا منطقه الصيانه بتاعتي بتبقى موتور، بتبقى منطقه خارجيه عشان اقدر لو انا لا قدر الله حصل اي حاجه بقدر اصين من بره. المواتير دايما بيبقى عليها ضمان، فانا يهمني اهم حاجه عندي الموتور، ثم التكنيشن بتاع طريقه التركيب. زي ما اتفقنا ان المفتاح لازم نسيبه نص ازاي؟ انا كده هنزل. يعني انا ممكن افتح اضاءه معينه بشكل معين واقفل كده انا وقفت ستوب نص. كده انا حافظت على المكان زي ما هو كده، يبقى انا حافظت على قطعت تيار الكهرباء الدايركت على المنطقه دي. لان دايما بتقابلنا مشكله من المشاكل الكبيره، العميل بينسى يسيب المفتاح فسايبه دريك طالع فوق، فهو طول ما هو واصل له كهرباء كانه ساحب لفوق، هو بيفصل اوتوماتيك، بس مع مدار العمر بيبقى مشكلته ان هو التيار واصل له عالي قليل، فبيبقى دي مشكله من ضمن المشاكل. ساعات بقى نركب له سمارت، ممكن نعمل سمارت افتحه من البيت من الموبايل قبل ما اطلع وقبل ما انزل، فدي من ضمن العناصر اللي احنا لازم نتكلم عنها ودايما بنخلي بالنا منها. تعالوا نشوف مشروع تاني كده برضه نكمل دي. يعني هنا اهو وبقيت الشكل بتاعنا قفلنا، نقفل نرجع للوك ايه الستوب، عشان يبقى انا قفلته ورحت راجع ستوب زي ما عملت في نص الفيديو، عشان انا كده النتيجه بتاعتي تبقى ايه مظبوطه. تعالوا نشوف بقيه الشقه. طبعا كلها راكبه الشطر زي ما انتم شايفين كده. تعالوا نكمل بقيه المراحل بتاعتنا دي اهي. هتلاقي عندي هنا اهو نفس القصه، يعني انا هو هنا لوك. وتاني حاجه اختيارك لازم يكون للون متناسق، ما تهربش بدرجه اللون، عشان لو انا هعمل ابيضات يبقى انا عامل ده ابيض، لو هعمل ده اوف وايت يبقى انا عامل ده اوف وايت، او كافيه يبقى درجه الاوف وايت. يبقى انا لما اجي اشتغل معايا الناحيه الثانيه كده هنسيب ده عينه، لما اجي اشتغل معايا ده زي ما انتم شايفين كده اهو ما عنديش اي نفاذيه ضوء. انا حطيت ايه اوريها لكم بشكل عام كده، ما فيش اي نفاذيه ضوء. ده وظيفه الشتر، مع ان هو سيفتي، مع ان هو استخدامه بيبقى افضل وارتياحيه، حاجات كتير، منع الاتربه، منع كتير المناخ، الغبار، حاجات كتير قوي بيفصلها عن النتيجه دي. تعالوا نشوفوا برده في حته ثانيه في اوضه. تعالوا نشوفوا في حته ثانيه. تعالوا بقى نشوف الاوضه لما نقفله ونقفل الباب ما يبقاش عندي اي نفاذيه. يعني احنا دلوقتي اهو هنبتدي ايه نقوم بفتحه، يبتدي يطلع معايا كده، ومش هيبقى عندي اي مصدر. هنطفي الضوء بعد ما نفتحه، يعني نفتحه للاخر هنطفي الضوء خالص عن الاوضه، وهنشوف نفاذيه الضوء منه، هو ده اللي لازم نتاكد منه. هنطفي الضوء اهو، هنشوف المراحل معانا قافله خالص كده كمان يا هندسه. كده ما عنديش اي مصدر ضوء. خد راوند في اوضه كده بسيطه كده، ما عنديش اي مصدر ضوء في السقف، ما عنديش اي مصدر ضوء غير الضوء اللي نازل لي. تعالى ايه نقفله، نقرب شويه عشان هيبقى الموضوع ايه اهو زي ما انتم شايفين اهو. هيبتدي يقفل السلايد بتاعنا. طبعا عشان عندي اي مصدر ضوء نهائي زي ما انتم شايفين. نطلع بيه تاني اهو كده اهو، ابتدى مصدر الضوء يظهر معايا تاني ويبين الشكل بتاعي بالطريقه بتاعتي. هو ده وظيفته، هو ده الاستفاده بتاعته. زي ما اتكلمنا نخلي بالنا من الالومنيا، نخلي بالنا من زاويه 45، الضرفه تكون مقفوله، الزاويه تكون زاويه قايمه، شكل القطاع، نوع القطاع ايه، السكاكات بتاعتي، الاكسسوارز بتاعتي تكون حاجه محترمه
ما تكونش مستواها يكون تعبان، لان الشكل العام ما يبقاش فيه اي مشكله من النتيجه دي كلها. لان هو ده زي ما انتم شايفين الشكل بتاعي، الضرفه السلك بتاعتي دايما نخلي بالنا منها عشان لما اجي افتح طوب يبقى انا قدرت استفاد وما دخليش اي حشرات او اي حاجه من بره. دي الوظيفه ودي النتيجه بتاعتنا، ولازم دايما ايه بنفيدكم اهم حاجات جديده في المشاريع بتاعتنا، وده كانت نقطه الشطر ولازم نخلي بالنا منها. ولو انتم مهتم بالفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشترك معانا في القناه. كان معاكم مهندس ديكور محمد طيب، قناه عميد زاهد.